طب ما تيجوا نبدأ النهاردة بقى حلقة الرقمنة في القرآن الكريم، أو الأرقام، هنقولها حلقة الأرقام في القرآن الكريم. في الأول خالص كده، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنا مش داعية ومش شيخ، أنا ديتا أناليتيك، يعني أنا بحلل بيانات. بحلل إيه؟ بحلل الكلمات والبيانات عشان أطلع منها معلومة. بحاول أربط ما بين المفاهيم اللي الناس غايبة عنها. عايز أطلع بمعلومة جديدة الناس مش عندها الوعي ده، أو مش عندها المعلومة دي. في حلقة البرومو أنا قلت شوف ال18 وال81. كلنا، كل البشرية فيها الخطوط اللي في الإيد. هتقول لي مش ظاهرة، زهرة، لا ده مش باينة. معظم البشر ال18 وال81 هتقراها 18 و81، واحنا بنفسرها دايما 18 و81 99 أسماء الله الحسنى. طب هي ال81 دي إيه؟ ال81 عبارة عن 9 في 9، وال18 2 في 9. أدي 9 وأدي 9، هناخد 9 واحدة، والاتنين وتسعة 11. 11 في 9 أهي ب99 أسماء الله الحسنى. رقم 9 ده لغز غريب. هو 9 ده عبارة عن إيه؟ 9 شهور الحمل. 9 شهر رمضان هو رقم 9 في الشهور الهجرية. سورة التوبة الوحيدة التي لا تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ترتيبها 9. 9 آيات بينات سيدنا موسى. طب ما نضرب 9 في 9 نلاقيها بال81. طب ما تيجي تقلب ايدك هتلاقيها كام؟ برافو عليك، 17 71. ايه ال71 وايه ال17؟ ال71 لما نيجي ناخد حروف اللغة الإنجليزية ونكتب كلمة قرآن QURAN هنلاقيها ب71. طب وايه ال17؟ الفجر 2، الظهر 4، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4. كده بقينا كام؟ 17. 17 ركعة. طب ما تيجي ناخد الحاجة الجميلة بقى اللي جاية. احنا قلنا 17 و18. 17 و18 كام؟ 35. طب ما تيجي نعكس ال35 ل3 مكان الخمسة تبقى كام؟ 53. 53 قبل الهجرة، ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ما تيجي ناخدها بقى بالميلادي، طالما جبنا، احنا لسه ما جبناش حلقة ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. بالميلادي
بالتاريخ الميلادي أو بالتقويم الميلادي. الرسول اتولد سنة 571 ميلادية. 5 7 1، 1 في 7 ب7، و7 في 5 ب35، اعكسها تلاقيها 53 قبل الهجرة. ايه العظمة دي؟ طب احنا لسه قايلين 5 7 1. لو شلت الخمسة هتلاقيها كام؟ 71. ما احنا لسه قايلينها قرآن بالانجليزي. طب لو شلت الواحد هتلاقيها 7 5، يعني 57. كلمة قرآن بالعربي، مش قال قرآن. اصبروا بس، لسه اللي جاي. يعني كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم السنة التي ولد فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم 571 هي ميزان القرآن الكريم عربي وانجليزي. طب ناخد الحتة اللي جاية دي بقى. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. كلنا مولودين بالفطرة مسلمين، فطرة الله التي فطر الناس عليها. طب ما هي في إيدك اهي، يا مسلم ويا غير مسلم. فطرة الله التي فطر الناس عليها هي الإسلام. كلنا مسلمين. طب ما هي موجودة في إيدك اهي. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ما أنت كل يوم بتغسل إيدك، ما تبصش فيها، ما بتتدبرش. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هو القلب عليه قفل؟ صمام، في 2 صمام موجودين، بس الصمامات دي لها معنى ولها مغزى. المقصود بالقلب هو تدفق الدم إلى العقل، إلى المخ، الناصية مكان السجود، فرونتال لوب. عشان ده الكمبيوتر، المخ ده الكمبيوتر. ربنا عمل القلب وصنعه وخلق القلب له كهرباء لوحده عشان يغذي المخ الكمبيوتر عشان تفكر. طب انت دلوقتي وفي أنفسكم أفلا تبصرون ولقيت إيدك فيها 81 اللي هي القرآن، وكده قلبتها بقت 71 قرآن إنجليزي، عربي وإنجليزي في إيدك، قرآن إسلام. طب أنت بقى يا مشرك يا ملحد هتقول لأ؟ طب يا عم أنا بقول لك لأ، قول لأ، اقطع إيدك، شوه إيدك، شوهها، شوه الخطوط عشان ما تفكركش. هتفضل تفتكر بالحلقة دي، هتفتكر إن 81 ولما تقلبها تبقى 71 هي القرآن، هي البصمة. أنت الختم الرباني اللي لا يمكن هتقدر تمحيه ولا حد هيقدر يمحيه، لأن الإسلام هو الدين. إن الدين عند الله الإسلام. أنا عايز كل الناس كده تكتب كلمة sustainability اللي احنا بنسمع عليها الأيام دي. sustainability، الاستدامة. هتلاقيها الاس ب19 واليو ب21 لغاية ما توصل للآخر هتلاقيها 181. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟
يعني كمان الاستدامة والسستينابيلتي هتطلع 181 هي اللي في ايدك، ال 18 وال 81. اه والله.